كما أمي، لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي، لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق، تعلو رايات خفاقة، وتضيء الدهر وتكسلق، لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق، تعلو رايات خفاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الأحباب أينما كنتم. مرحبا بكم في دروس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كنا مع سلسلة العربية بين يديك، الكتاب الثاني، الوحدة الثانية، أنواع الترويح. تعلمنا في الدرس الماضي ما معنى الترويح، وقدمت لكم في بداية الدرس سؤال عن ما معنى الترويح. اكتب معنى الترويح بلغتك، باللغة العربية وليس باللغة الصومالية أو ترجمة إلى الإنجليزية أو ما إلى ذلك. وأشكر جميع الطلاب الذين أرسلوا التدريبات. الآن نأتي إلى أنواع الترويح. هيا بنا إلى الدرس. أنواع الترويح. أنواع الترويح. بعد أن تعلمنا ما معنى الترويح في الدرس الماضي، الآن نتعلم أنواع الترويح. الآن يأتي مناسباً أن نتكلم عن أنواع الترويح بعد أن تعلمت في الدرس الماضي أنواع الترويح. أولاً أريد أن أبدأ بأسئلة. هنا عندنا أسئلة. السؤال الأول، وهي 4 أسئلة، أرجو أن تكتبوها على الخاص وتبعثوها. هل تروح عن نفسك؟ هل تروح؟ لأن بعض الناس لا يروح عن نفسه، وبعض الناس يمارس بعض أنشطة الترويح. هل تروح عن نفسك؟ في رأيك رقم 2، هل القراءة نوع من أنواع الترويح؟ الرقم الثالث أو السؤال الثالث، هل الترويح مفيد؟ كيف ترى الترويح؟ لأن بعض الناس يرى أن الترويح مضيعة للوقت وأنه لا فائدة منه. هل ترى الترويح مفيد؟ 4، متى يكون الترويح غير مفيد؟ يعني بعض الأحيان يكون الترويح غير مفيد، وبعض الأحيان يكون إيش؟ مفيد. فمتى يكون غير مفيد؟ هنا عندنا بعض الصور التي توضح أنواع من الترويح. كما تشاهدون هنا هذان الرجلان يركبان الخيل أو ركوب الخيل، إذا نوع من أنواع الترويح. ترى هنا أيضا تشاهد هنا بعض الناس في الحديقة. انظر هؤلاء الرجال، إنهم في الحديقة، ماذا يفعلون؟ بالتأكيد أنهم يمارسون نوع من أنواع الترويح، لعلهم يلعبون كرة قدم. هنا مكان جميل ومناسب للترويح. انظروا الخضرة الجميلة. عندما يتعب الإنسان بعد عناء الدرس أو بعد عناء العمل، يحتاج إلى أن يروح عن نفسه في مثل هذه الأماكن الجميلة. انظروا إلى هذه الصور الجميلة. هنا أيضا على الشاطئ ترى رجلا على الشاطئ يروح عن نفسه ويمارس بعض الأنشطة. فالبحر أو شاطئ البحر مكان جميل ومناسب للترويح. وترون هنا الرمال، ورجل كأنه رجل في الصحراء، حيث هناك الرمال وهناك الأماكن المفتوحة والهواء المفتوح الجميل الذي يستنشقه ويروح عن نفسه بأنه خرج من عناء العمل والدراسة. طيب، الآن أقرأ الدرس مرة ثم نستمع إلى قراءة الدرس أيضا من المسجل. يمارس الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس، ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل أو الدراسة. فالعامل الذي يعمل كثيرا يحتاج إلى الترويح، والطالب الذي يدرس كثيرا يحتاج إلى الترويح، والترويح مفيد للعقل والجسم. للترويح أنواع كثيرة أو صور كثيرة، منها القراءة
وممارسة الرياضة والسفر وقضاء الوقت في الحديقة أو على الشاطئ وألعاب الحاسوب وإقامة المخيمات وصيد السمك وزيارة المتاحف. يفضل كثير من الناس القراءة ففيها فائدة ومتعة، فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص والشعر والكتب المفيدة. ومن الترويح المفيد ممارسة الرياضة، لأن الإسلام يدعو إلى القوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكان المسلمون يمارسون الرياضة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. الآن نستمع إلى الدرس مرة أخرى من المسجل، فهيا بنا إلى الاستماع. كما أمي لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق، تعلو رايات خفاقة وتضيء الزهر وتكتلق. لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق، تعلو رايات خفاقة. يحتاج إلى الترويح، والطالب الذي يدرس كثيرا يحتاج إلى الترويح. والترويح مفيد للعقل والجسم، وليس الهدف من الترويح قتل الوقت، وإنما الهدف قضاء الوقت في أنشطة مفيدة. للترويح صور كثيرة، منها القراءة وممارسة الرياضة والسفر، وقضاء الوقت في الحديقة أو على الشاطئ، وألعاب الحاسوب، وإقامة المخيمات، وصيد السمك، وزيارة المتاحف. يفضل كثير من الناس القراءة، ففيها فائدة ومتعة، فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص والشعر والكتب المفيدة. ومن الترويح المفيد ممارسة الرياضة، لأن الإسلام يدعو إلى القوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكان المسلمون يمارسون الرياضة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. طيب، جميل، شكرا لكم على استماعكم ومتابعتكم. الآن سنأتي بإذن الله إلى شرح الدرس، وأرجو من الطلبة أن يأخذوا مذكراتهم ودفاترهم لكتابة الملاحظات التي المهمة للدرس. وننصح دائما الطلاب أن يعتنوا بأن يكون لكل طالب منكم أن يكون معه ماذا؟ دفتر للملاحظات. الآن نأتي إلى الدرس. يمارس بعض الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس. يمارس وحيسمينا يوم بعض الأنشطة للترويح عن النفس. الأنشطة جمع نشاط، وحول بقول السماء السداء إن عيارة وإن وحل آخره وحصل وحل ذا أنشطة جمع نشاط. مثلا نقول في المدرسة عندنا بعض الأنشطة هذا المساء، تمام؟ يمارس الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس، ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل. تدخل حيوب أحضان ترويح بعد عناء العمل. العناء هو التعب، العناء هو التعب وذلك عملك أو الدراسة، لأن الطالب يتعب كذلك العامل. فالعامل الذي يعمل كثيرا يحتاج إلى الترويح،
وكذلك الطالب الذي يدرس كثيرا أرضي هذا يحتاج إلى الترويح، والترويح مفيد للعقل والجسم، له فائدتان، له فائدة للعقل وكذلك هو مفيد للجسم أيضا. عندما يمارس الشخص الرياضة يعني يجد فائدة لجسمه كذلك لعقله، لأن الجسم كما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. يعني قف كمركي ممارسة الرياضة وسمينا تركي سنة واسمها عقلي سنة سيدو كانت نشاط أيها الأيام. وليس الهدف من الترويح قتل الوقت. بعض الناس يقولون إيش؟ هيا لنقتل الوقت. يا أخي لماذا تقتل الوقت؟ بعض الناس يقول إيش؟ هيا لنقتل الوقت. والسؤال لماذا تقتل الوقت؟ إيش ذنبه؟ بأي ذنب تقتله؟ لا تقتل الوقت، بل استفد من وقتك بالأشياء الجميلة، تعلم، عمل، نفع الآخرين. هذه الأشياء كلها من الأشياء التي ينبغي أن نستغلها بأوقاتنا، لكن لا نقتل أوقاتنا بالأشياء غير المفيدة. إذن الرياضة أو ممارسة الرياضة ليست قتلا، أو الترويح ليس قتلا للوقت، وإنما هو قضاء الوقت وإنما الهدف منه قضاء الوقت في أنشطة مفيدة. للترويح صور كثيرة. صور، ما معنى صور؟ الصور هنا لا تعني صور سيدا فوتوغرافز أما صور رقموه. هل هو الصور هنا معناها أنواع. أقول لك هذا الشيء له عدة صور، يعني عدة يعني أقسام مثلا. دور نوع أيه اللي ما خلينا له صور كثيرة. للترويح صور كثيرة، منها القراءة. القراءة من نوع من أنواع الترويح، لأن الناس يمارسون القراءة للترويح عن نفسه. بعض الناس يحب أن يجلس في البيت في غرفة الجلوس مثلا ويأخذ قصة ويقرأ مثلا، أو يأخذ رواية أو هكذا ويقرأ. منها القراءة وممارسة الرياضة والسفر. بعض الناس يحب السفر للترويح عن النفس، وقضاء الوقت في الحديقة، يأخذ الوقت في الحديقة أو على شاطئ البحر، الشاطئ وحيبته. وألعاب الحاسوب هي عيارها مارت إيش كمبيوتر كروح عياره. ألعاب جمعه ألعاب وجيمز كروح عياره كمبيوتر كخليك ألعاب الحاسوب. وإقامة المخيمات. المخيمات، ما معنى المخيمات؟ المخيمات أصل الكلمة خيمة. ما معنى خيمة؟ خيمة حرة تندى مخيمات كانوا حردها إن السمايو مخيم حالي هذا الشيء تندوي. بعض الناس عندما يمارسون الرياضة ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى البادية أو في البر أو كذلك في الصحراء أو على شاطئ البحر ويقيمون مخيمات. هل كسروا سمينا يعني مخيمات تندوين سمينا وقت بيسوجوا هل كسروا يعني بادية سواء كانوا ليش. كذلك حرادة قحوتية حلها مخيمات، مثلا تقول تسمع مخيمات اللاجئين في داداب مثلا. ما معنى مخيمات؟ هنا حلقة وضع حرادة قحوتية لأنها تندوين بيقبضن ساسا حلو به مخيمات. تمام؟ طيب والمخيم إقامة المخيمات وصيد السمك إلا الصوت ضبطه كلوكا أما الصوت الصوت كلوميسو وزيارة المتاحف إلا صوت وخضو ميزم كأما متاحف تجمع متحف وأنا ماشى ميزم كأعدادكو أي ما لا ديو وحيابها تاريخية أثرية أو نبع حالي هذا متاحف زيارة المتاحف. يفضل كثير من الناس القراءة. كثير من الناس يفضلون ماذا؟ القراءة، ففيها فائدة ومتعة. قراءة وحسوك لا بعض فإذا ولا متعة ولا. إذا عندما تريد أن تتعلم وأنت طالب لابد أن تهتم بالقراءة. اقرأ الكتب، اقرأ القصص، خاصة القصص، لأن القصص تجذب الإنسان إلى القراءة، وكذلك الكتب حسب مستواك أفضل بمستويه أن يكثر من القراءة، ففيها فائدة ومتعة. فإذا ولا متعة ولا متعة وحالي لهذا وقلبي وراح يسوق. فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص. حتى ترويح قصة كتاب بقراءة القصص إن دخل القصص والشعر والكتب المفيدة. ومن الترويح المفيد حكم إذا سيدوا كلام ممارسة الرياضة مثل الكرة والسباحة وغير ذلك، أنواع التي درسناها في الكتاب في درس الهوايات.
لأن الإسلام يدعو إلى القوة. الإسلام يدعو إلى القوة. ضدك أويري يدعو معنا أويري يدعو إلى القوة حب. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من إله وحكي عليه المؤمن كضعيف كمؤمن كخوي، لكن لبضوا خير برضه. وكان المسلمون يمارسون الرياضة، المسلمين تهرنا وحياها يمارسون الرياضة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أولادي نحبرتان السباحة. ما معنى السباحة؟ ودباش. والرماية هي شيش كأما توكتا، وركوب الخيل هي فرد فولكا إن البرد. وهذه كلها من أنواع الترويح. الرماية وإن من رمى وطور، مثلا أقول رمى القلم، رمى السهم، لبكا قمونك أيو كتور. في الحرب نقول إيش؟ رماه بسهم. هذا الحن قفك هذا القصة تروح عليه، هذا قفك القطور رماني بسهم مسموم. هذا الأمر ما أعرف قمون سميسمبو أما فلا سميسمبو يقصده. تمام؟ علم أولادكم السباحة والدباشة. أنا أسبح، أنا أحب السباحة. هذا درسناها في الكتاب الأول عند وحدة ماذا؟ الهوايات. وركوب الخيل يفرضها سلفون. الآن ركوب الخيل مطلوب، وكذلك أيضا نتعلم سواقة السيارات أيضا. هذا نوع من الأشياء المطلوبة. طيب، بعد هذا ننتقل إلى التدريبات. وكما ترون هنا التدريبات، التدريب الأول كالعادة الترويح عن ضع صح أو خطأ، ثم صحح الخطأ، وتعرفون لا يحتاج إلى شرح. التدريب الثاني أجب باختصار لماذا يمارس الناس بعض الأنشطة؟ متى يطلب الناس الترويح؟ طبعا بعد عناء العمل. ما الهدف من الترويح؟ اقرأ الدرس جيدا ثم أجب باختصار عن هذه الأسئلة. أولا لابد أن تفهم الدرس جيدا. إذا لم تفهم الدرس جيدا لا تستطيع أن تعمل على حل هذه الأسئلة. التدريب الذي بعده صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا. لابد كلمة دودو أنت بدأ إسراع اسكو حريري. صيد السمك مثلا، كذا الجملة قال لي سهل كان صح كبريسة أنا أحب صيد السمك أو أنا أذهب إلى صيد السمك. كذلك التدريب الأخير أحاول أضف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة. لا بقى ريبا كبريسة. الدراسة العلوم الطب لا بقى كوسيدر. الترويح السفر القراءة لا بقى كوسيدر. الوقت ساعة سنة. الإسلام الصلاة الحج العناية بالصحة حمية دواء وحكى لكوسيدر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أشكركم جميعا على المتابعة. تعلمنا في هذا الدرس مفردات جديدة من أنواع الترويح، منها القراءة، ممارسة الرياضة، السفر، قضاء الوقت في وقت جميل في مكان جميل. وأيضا أرجو أن تعملوا على حل هذه التدريبات بتعبيرك الخاص. هل تروح عن نفسك أحيانا كيف؟ هل القراءة نوع من أنواع الترويح؟ من هنا نتعلم التعبير. فلا بد أن يحاول كل طالب أن يحل هذه التدريبات أو هذه الأسئلة الأربعة التي بدأنا بها الدرس. الأسئلة التمهيدية: هل القراءة نوع من أنواع الترويح؟ هل الترويح مفيد؟ الترويح مفيد ميامسة وقتل الوقت. نعم الترويح مفيد لأنه كذا وكذا. متى يكون الترويح غير مفيد؟ يكون الترويح غير مفيد كذا وكذا. بقصاصي سلايه أيوة نقطة غير مفيد. أن تكتبوا هذه التدريبات. أشكركم جميعا على متابعتكم، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمارس الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس، ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل أو الدراسة. فالعامل الذي يعمل كثيرا يحتاج إلى الترويح، والطالب الذي يدرس كثيرا يحتاج إلى الترويح. والترويح مفيد للعقل والجسم، وليس الهدف من الترويح قتل الوقت، وإنما الهدف قضاء الوقت في أنشطة مفيدة. للترويح صور كثيرة، منها القراءة وممارسة الرياضة والسفر، وقضاء الوقت في الحديقة أو على الشاطئ، وألعاب الحاسوب، وإقامة المخيمات، وصيد السمك، وزيارة المتاحف. يفضل كثير من الناس القراءة، ففيها فائدة ومتعة، فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص والشعر والكتب المفيدة.
ومن الترويح المفيد ممارسة الرياضة، لأن الإسلام يدعو إلى القوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وكان المسلمون يمارسون الرياضة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. طيب، جميل، شكرا لكم على استماعكم ومتابعتكم. الآن سنأتي بإذن الله إلى شرح الدرس، وأرجو من الطلبة أن يأخذوا مذكراتهم ودفاترهم لكتابة الملاحظات التي المهمة للدرس. وننصح دائما الطلاب أن يعتنوا بأن يكون لكل طالب منكم أن يكون معه ماذا؟ دفتر للملاحظات. الآن نأتي إلى الدرس. يمارس بعض الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس. يمارس وحيسمينا يوم بعض الأنشطة للترويح عن النفس. الأنشطة جمع نشاط، وحول بقول السماء والسداء إن عيارة وإن وحل آخره وحصل وحل ذا أنشطة جمع نشاط. مثلا نقول في المدرسة عندنا بعض الأنشطة هذا المساء، تمام؟ يمارس الناس بعض الأنشطة للترويح عن النفس، ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل. تدخل حقوق بعضها ترويح بعد عناء العمل. العناء هو التعب، وذلك عملك أو الدراسة، لأن الطالب يتعب كذلك العامل. فالعامل الذي يعمل كثيرا يحتاج إلى الترويح، وكذلك الطالب الذي يدرس كثيرا يحتاج إلى الترويح. والترويح مفيد للعقل والجسم، له فائدتان. له فائدة للعقل، وكذلك هو مفيد للجسم أيضا. عندما يمارس الشخص الرياضة يعني يجد فائدة لجسمه كذلك لعقله، لأن الجسم كما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. يعني قف كمركي ممارسة الرياضة وسمينا أيوة تلك سنة ونسميها عقلي سنة سيدو كانت نشاط أيوة. وليس الهدف من الترويح قتل الوقت. بعض الناس يقولون إيش؟ هيا لنقتل الوقت. يا أخي لماذا تقتل الوقت؟ بعض الناس يقول إيش؟ هيا لنقتل الوقت. والسؤال لماذا تقتل الوقت؟ ايش ذنبه؟ بأي ذنب تقتله؟ لا تقتل الوقت، بل استفد من وقتك بالأشياء الجميلة، تعلم، عمل، نفع الآخرين. هذه الأشياء كلها من الأشياء التي ينبغي أن نستغلها بأوقاتنا، لكن لا نقتل أوقاتنا بالأشياء غير المفيدة. إذن الرياضة أو ممارسة الرياضة ليست قتلا، أو الترويح ليس قتلا للوقت، وإنما هو قضاء الوقت وإنما الهدف منه قضاء الوقت في أنشطة مفيدة. للترويح صور كثيرة. صور، ما معنى صور؟ الصور هنا لا تعني صور سيدة فوتوغرافز أما صور الغموضة. هل هو ده الصور هنا معناها أنواع. أقول لك هذا الشيء له عدة صور، يعني عدة يعني أقسام. مثلا دور نوع أيولي مرة حلنا له صور كثيرة. للترويح صور كثيرة، منها القراءة. القراءة من نوع من أنواع الترويح، لأن الناس يمارسون القراءة للترويح عن نفسه. بعض الناس يحب أن يجلس في البيت في غرفة الجلوس مثلا ويأخذ قصة ويقرأ مثلا، أو يأخذ رواية أو هكذا ويقرأ. منها القراءة وممارسة الرياضة والسفر. بعض الناس يحب السفر للترويح عن النفس، وقضاء الوقت في الحديقة، يأخذ الوقت في الحديقة أو على شاطئ البحر، الشاطئ وحيبته. وألعاب الحاسوب هي عيارها مارت إيش كمبيوتر كروح عيار. ألعاب جمعه ألعاب وجيمز كروح عيار كمبيوتر كروح ألعاب الحاسوب. وإقامة المخيمات
ما معنى المخيمات؟ المخيمات أصل الكلمة خيمة. ما معنى خيمة؟ خيمة حلقة تندى مخيمات كانوا حلقها إن لا سمايو محلي هذا الشيء تندوي. بعض الناس عندما يمارسون الرياضة ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى البادية أو في البر أو كذلك في الصحراء أو على شاطئ البحر ويقيمون مخيمات. هل كسروا سمينا يعني مخيمات تندوين سمينا وقت بيسوجوا هل كسروا يعني بادية سواء كان ولا شيء. كذلك حرادة قحوتية حلها مخيمات مثلا تقول تسمع مخيمات اللاجئين في داداب مثلا. ما معنى مخيمات؟ هنا حلقة وضع حرادة قحوتية لأنها تندوين بيقبل أساسا حلو به مخيمات. تمام؟ طيب إقامة المخيمات وصيد السمك إلا الصوت ضبطه كلوكا أما الصوت كانوا الصوت معناته الصوت كانوا ميسو وزيارة المتاحف إلا صوت بخضو ميزم كأما متاحف تجمع متحف وأنا ماشى ميزم كأعدادكو أي ما لديه وحيابها تاريخية أثرية أو نبع حل هذا متاحف زيارة المتاحف. يفضل كثير من الناس القراءة. كثير من الناس يفضلون ماذا؟ القراءة. ففيها فائدة ومتعة. قراءة وحيسكو لا بعض فإذا ولا متعة ولا. إذا عندما تريد أن تتعلم وأنت طالب لابد أن تهتم بالقراءة. اقرأ الكتب، اقرأ القصص، خاصة القصص، لأن القصص تجذب الإنسان إلى القراءة، وكذلك الكتب حسب مستواك أفضل بمستويه أن يكثر من القراءة، ففيها فائدة ومتعة. فإذا ولا متعة ولا متعة حالي هذا وقلبي وراحة الصوت. فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص. حتكو ترويح كسمين كتاب بقراءة القصص إن داخل القصص والشعر والكتب المفيدة. ومن الترويح المفيد حكم إذا سيدوا كلام ممارسة الرياضة مثل الكرة والسباحة وغير ذلك أنواع التي درسناها في الكتاب الأول في درس الهوايات. لأن الإسلام يدعو إلى القوة. الإسلام يدعو إلى القوة وضدك ويري يدعو معنا ويري يدعو إلى القوة حب. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من إله وحكي عليه المؤمن كضعيف كمؤمن كقوي، لكن لبضوا خير برضه. وكان المسلمون يمارسون الرياضة. المسلمين تهرنا وحياها يمارسون الرياضة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أولادي محاضرتان السباحة. ما معنى السباحة؟ ودباش. والرماية هي شيش كأما توكتا. وركوب الخيل هي فرد فولك إن الله. وهذه كلها من أنواع الترويح. الرماية وإن من رمى وطور. مثلا أقول رمى القلم، رمى السهم، ليبك أما جمونك أيو كتور في الحرب نقول إيش؟ رماه بسهم. هذا الحن قفك هذا القصور حالي ده قفك القطور رماني بسهم مسموم. هذا الأمر ما أرتي جمون سميسمبو أما فلا سميسمبو بصوت. تمام؟ علم أولادكم السباحة والدباشة. أنا أسبح، أنا أحب السباحة. هذا درسناها في الكتاب الأول عند وحدة ماذا؟ الهوايات. وركوب الخيل هي فردها سلفون. الآن ركوب الخيل مطلوب، وكذلك أيضا نتعلم سواقة السيارات أيضا. هذا نوع من الأشياء المطلوبة. طيب بعد هذا ننتقل إلى التدريبات. وكما ترون هنا التدريبات، التدريب الأول كالعادة الترويح عن ضع صح أو خطأ ثم صحح الخطأ وتعرفون لا يحتاج إلى شرح. التدريب الثاني أجب باختصار لماذا يمارس الناس بعض الأنشطة؟ متى يطلب الناس الترويح؟ طبعا بعد عناء العمل. ما الهدف من الترويح؟ اقرأ الدرس جيدا ثم أجب باختصار عن هذه الأسئلة. أولا لابد أن تفهم الدرس جيدا. إذا لم تفهم الدرس جيدا لا تستطيع أن تعمل على حل هذه الأسئلة. التدريب الذي بعده صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا. لابد كلمة دودو أنت بدأ إسراع اسكو حريري. صيد السمك مثلا كذا الجملة قلني سهل كان صح كبريسة أنا أحب صيد السمك أو أنا أذهب إلى صيد السمك. كذلك التدريب الأخير أحاول أضيف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة. لبا أعرف كبريسة الدراسة العلوم الطب لبا أعرف كسيدر الترويح السفر القراءة لبا كلا كسيدر الوقت ساعة سنة الإسلام الصلاة الحج العناية بالصحة حمية دواء وحكة لكسيدر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أشكركم جميعا
على المتابعة. تعلمنا في هذا الدرس مفردات جديدة من أنواع الترويح، منها القراءة، ممارسة الرياضة، السفر، قضاء الوقت في وقت جميل في مكان جميل. وأيضا أرجو أن تعملوا على حل هذه التدريبات بتعبيرك الخاص. هل تروح عن نفسك أحيانا كيف؟ هل القراءة نوع من أنواع الترويح؟ من هنا نتعلم التعبير. فلا بد أن يحاول كل طالب أن يحل هذه التدريبات أو هذه الأسئلة الأربعة التي بدأنا بها الدرس. الأسئلة التمهيدية: هل القراءة نوع من أنواع الترويح؟ هل الترويح مفيد؟ الترويح مفيد ميامسة وقتل الوقت. نعم الترويح مفيد لأنه كذا وكذا. متى يكون الترويح غير مفيد؟ يكون الترويح غير مفيد كذا وكذا. وقصاصي سلايه أيون قناة غير مفيد. أن تكتبوا هذه التدريبات. أشكركم جميعا على متابعتكم، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم